النهارده هناخد درس السلالات البشرية في العالم، ونعرف ايه هي السلالة وايه السلالات الموجودة في العالم. أول حاجة، ايه هي السلالة دي؟ السلالة دي مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية، يعني مجموعة من البشر ليهم صفات جسمية خارجية، يعني ليهم صفات في الشكل بتميزهم عن المجموعات الأخرى، زي لون البشرة، شكل العين، الشفاه، الأنف، الشعر، الطول. يبقى السلالة مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية. طيب، ايه السلالات اللي عندنا في العالم؟ عندنا في العالم 3 سلالات رئيسية، وكل سلالة رئيسية من دول بيندرج تحتيها أقسام. طب إيه السلالات الموجودة عندنا في العالم؟ إيه السلالات الرئيسية دي؟ 3 سلالات. أول سلالة منهم اسمها السلالة السوداء الزنجية، ودي بتمثل 10% من سكان العالم. تاني سلالة عندنا اسمها السلالة المغولية، والسلالة الصفراء المغولية دي بتمثل 40% من سكان العالم. تالت سلالة عندنا اسمها السلالة القوقازية. السلالة القوقازية دي بتمثل 50% من سكان العالم. الصورة دي بتمثل السلالات الرئيسية الثلاثة. طيب، لو جيت قلت لك مين في الصورة دي بيمثل السلالة الزنجية، مين في الصورة دي زنجي، هتشاور لي على مين فيهم؟ أكيد هتشاور لي على ده. طب ليه أنا قلت على ده إنه من السلالة الزنجية؟ لأن شكله، بشرته لونها إيه؟ أسمر. شكله بيدل، صفاته الجسمية الخارجية بتدل على إنه إيه؟ السلالة الزنجية. يعني معنى كده إن كل سلالة ليها صفات جسمية خارجية بتميزها عن السلالة التانية. أنا قلت على الراجل الأسمراني ده إنه من السلالة الزنجية عشان بشرته سمراء. طب تعالوا نعرف إيه هي أصلا الصفات الجسمية بتاعة السلالة الزنجية. السلالة الزنجية دي بيتميزوا بإن بشرتهم داكنة، يعني لون بشرته أسمر، وأنفه بتبقى عريضة، والشفاه بتاعته بتبقى غليظة، الشفاه بتاعته بتبقى كبيرة، وكمان شعره أجعد، بيبقى شعره خشن. يبقى صفات جسمية للسلالة السوداء الزنجية: البشرة الداكنة، الأنف العريض، الشفاه الغليظ، والشعر الأجعد. طيب، السلالة دي قلنا بتمثل كام في المية من سكان العالم؟ السلالة الزنجية بتمثل 10% من سكان العالم. طب السلالة الزنجية دي موجودة فين في العالم؟ أول حاجة، موجودة في قارة أفريقيا. بيمثل الزنوج 70% من سكان القارة الأفريقية، وبيتركزوا بالقرب من دايرة الاستواء في وسط وجنوب القارة الأفريقية. يبقى قلنا أول حاجة موجودين في قارة أفريقيا، بيمثل الزنوج 70% من سكان القارة الأفريقية، وبتركزوا بالقرب من دايرة الاستواء في وسط وجنوب قارة أفريقيا. وموجود 75% من زنوج العالم موجودين في قارة في إيه؟ أفريقيا. طيب، كمان الزنوج موجود عدد كبير منهم في دول أوروبا. مش ساعات نلاقي واحد فرنسي أو واحد إيطالي لون بشرته أسمر زنجي، وإحنا عارفين الأوروبيين بيبقى بشرتهم لونها أبيض، بيندرجوا تحت السلالة القوقازية. ده ليه بقى؟ لأن عدد كبير من الزنوج راح وقعد في دول أوروبا وخد جنسية الدول دي. يبقى إحنا قلنا أول حاجة موجودين في قارة أفريقيا، وموجودين في قارة أوروبا، وكمان موجودين في قارة أستراليا، وكمان موجودين في الأمريكتين. انتقل عدد كبير من الزنوج للأمريكتين عشان هم تعرضوا للهجرات الإجبارية ضمن تجارة الرقيق أو تجارة العبيد اللي كانت سائدة في الماضي، عشان يشتغلوا في مزارع الأوروبيين. كان الأوروبيين بيجيبوا الزنوج إجباري ضمن تجارة اسمها تجارة العبيد، كان بيجيبوهم كعبيد عشان يشتغلوا عندهم في المزارع بتاعتهم. يبقى احنا عرفنا الزنوج موجودين في أفريقيا وفي أوروبا، في أستراليا وفي الأمريكتين، وجم الأمريكتين ضمن هجرات إجبارية كعبيد أو رقيق عشان يشتغلوا في مزارع الأوروبيين اللي موجودة فين؟ في الأمريكتين. احنا قلنا إن كل سلالة رئيسية من سلالات العالم بيندرج تحتيها أقسام. طب السلالة الزنجية دي إيه الأقسام بتاعتها؟ الأقزام: البانتونيليون، الحاميون، والبوشمان، والهوتنتوت، والفيدا، والاستراليون الأصليون. طب إيه أهمية الكلام ده؟ هيجيلنا إزاي في الامتحان؟ إيه الأسئلة اللي بتيجي على الجزئية دي؟ أديكم مثال. مثلا يقول لك: ينتمي النيليون الحاميون إلى السلالة نقط. بينتموا للسلالة إيه؟ الزنجية. إن عرفنا الحاجات دي تنتمي للسلالة إيه؟ الزنجية. دي أقسام السلالة الزنجية، يبقى إحنا لازم نعرف أسمائهم. إيه هي أقسام السلالة الزنجية؟ الأقزام: البانتو، والنيوليون الحاميون، والبوشمان، والهوتنتوت، والفيدا، والاستراليون الأصليون. سؤال مهم:
بيقول لك بما تفسر انتقال عدد كبير من الزنوج لأمريكتين. ليه انتقلوا عدد كبير من الزنوج لأمريكتين؟ لأنهم تعرضوا للهجرات الإجبارية ضمن تجارة العبيد اللي كانت سائدة في الماضي، وذلك العمل في مزارع الأوروبيين. مميزات السلالة الزنجية. إيه مميزات السلالة الزنجية؟ قلنا إيه؟ البشرة الداكنة، الشعر الأجعد، الأنف العريض، والشفاه الغليظة. تاني سلالة رئيسية نتكلم عليها هي السلالة الصفراء المغولية. السلالة دي بتمثل 40% من جملة سكان العالم. احنا عارفين الناس بتوع آسيا اللي هم الصينيين واليابان والدول دي اللي هم شبه بعض، اللي هم عليهم ضيقة دي، دول بنسميهم السلالة المغولية. طيب احنا عارفين إن كل سلالة من السلالات الرئيسية عندنا في صفات جسمية بتميزها. طيب السلالة المغولية دي ايه الصفات اللي بتميزها؟ هي من اسمها كده، اسمها السلالة الصفراء، يبقى بيتميزوا بإن بشرتهم بتميل للإصفرار، يبقى البشرة الصفراء. طيب والعيون المنحرفة، عيونهم ضيقة، العيون المنحرفة اللي هي ايه؟ العيون الضيقة. وكمان بيتميزوا بالشعر الأسود المسترسل، الشعر الأسود الناعم. طيب السلالة دي موجودة فين؟ تركز في قارة آسيا، في دول زي الصين واليابان وكوريا ومنغوليا وسيبيريا ودول جنوب شرق آسيا، وكمان موجودين في بعض المناطق في الأمريكتين. طيب إيه أقسام السلالة دي؟ إحنا عارفين إن كل سلالة بتنقسم لإيه؟ أقسام. السلالة الصفراء دي بتنقسم، أو السلالة المغولية بتنقسم لثلاث أقسام. أول قسم منهم الإسكيمو، دول موجودين في شمال كندا وفي ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية. تاني قسم عندنا الهنود الحمر، ودول موجودين في الأمريكتين. تالت قسم جماعة اسمها جماعة التنجس في سيبيريا. يبقى السلالة الصفراء أو السلالة المغولية مميزاتهم الجسمية إيه؟ أول حاجة بشرتهم صفرة، البشرة الصفراء، والعيون المنحرفة اللي هي العيون الضيقة، والشعر الأسود المسترسل اللي هو الشعر الناعم، الأسود الناعم ده. موجودين فين؟ موجودين في قارة آسيا، في الصين واليابان وكوريا ومنغوليا وسيبيريا، موجودين في بعض المناطق في الأمريكتين. أقسام السلالة المغولية إيه؟ تلات أقسام: الإسكيمو، ودول موجودين في شمال كندا وفي ألاسكا، والهنود الحمر دول موجودين في الأمريكتين، وجماعة التنجس دي موجودة في سيبيريا. عندنا سؤال مهم بيقول لك تمثل السلالة المغولية نقط من سكان العالم. السلالة المغولية قلنا بتمثل 40% من سكان العالم. طيب سؤال تاني بيقول لك تنتشر السلالة المغولية في قارة أفريقيا. لا غلط، تنتشر السلالة المغولية في قارة آسيا، في دول زي الصين واليابان وكوريا ومنغوليا وسيبيريا، موجودة في الأمريكتين. تالت سلالة رئيسية عندنا هي السلالة البيضاء القوقازية، ودي بتمثل نصف سكان العالم. اسمها السلالة البيضاء، يبقى أكيد من صفاتها البشرة البيضاء. وكمان بتمتاز السلالة القوقازية دي بالشعر متموج، ولا هو خشن قوي ولا هو ناعم قوي، الشعر متموج. وكمان الشفاه رفيعة. يبقى السلالة البيضاء القوقازية بتمثل 50% من سكان العالم. صفاتهم الجسمية البشرة البيضاء، الشفاه رفيعة، والشعر المتموج. منتشر السلالة القوقازية دي في قارات العالم المختلفة: أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وفي أستراليا وأفريقيا، تنتشر في كل قارات العالم. بتركزوا في شمال الصحراء في الدول العربية. طب إيه أقسام السلالة البيضاء دي؟ إحنا عارفين إن كل سلالة ليها أقسام. أقسام السلالة البيضاء القوقازية دي ثلاث أقسام. أول حاجة سكان حوض البحر المتوسط، بينتمي ليها العرب ودول جنوب أوروبا. تاني حاجة المجموعة القلبية، سميناها بالمجموعة القلبية نسبة لجبال الألب اللي موجودة في قارة أوروبا، دي بينتمي ليها سكان وسط وغرب أوروبا. تالت مجموعة عندنا هي المجموعة النوردية، دي بينتمي ليها معظم سكان شمال أوروبا. يبقى السلالة البيضاء القوقازية دي بتمثل 50% من سكان العالم، تقريبا نصف سكان العالم بينتموا للسلالة القوقازية. صفاتهم إيه؟ بيمتازوا بالبشرة البيضاء والشعر المتموج والشفاه الرفيعة، وموجودين في كل قارات العالم. بتركزوا في شمال الصحراء في الدول العربية. هي أقسام السلالة دي ثلاث أقسام. أول حاجة سكان من حوض البحر المتوسط، بينتمي لها العرب ودول جنوب أوروبا. تاني مجموعة المجموعة القلبية، دي بينتمي ليها سكان غرب ووسط أوروبا. تالت مجموعة عندنا هي المجموعة النوردية، بينتمي ليها معظم سكان دول شمال أوروبا. دلوقتي مفيش حاجة اسمها سلالة نقية، لأن السلالات حصل بينها انصهار واختلاط للصفات الطبيعية اللي بتميز كل سلالة.
فالسلالات النقية دي في طريقها للانقراض. طب اديني أمثلة على السلالات النقية. السلالات النقية دي ليها بعض النماذج، زي مثلا في السلالة الزنجية عندنا الأقزام، دول بيعيشوا في غابات حوض الكونغو وفي صحراء كالهاري. وعندنا كمان الأستراليين الأصليون. طيب بالنسبة للسلالة المغولية، دول في عندنا مثال ليهم جماعة الإسكيمو، دول بيعيشوا في شمال كندا وفي ألاسكا. وعندنا الهنود الحمر، دول بيعيشوا في غابات أمريكا الجنوبية. يبقى دلوقتي قلنا مفيش سلالة نقية لأن حصل انصهار واختلاط للصفات الطبيعية بين السلالات. في نماذج للسلالات النقية، في بعض النماذج المتبقية، ودي النماذج دي في طريقة للانقراض. السلالات النقية دي بتعيش في مجتمعات بدائية مغلقة. طب إيه الأمثلة ليها؟ أمثلة ليها في السلالة الزنجية مثلا عندنا حاجتين، اللي هما الأقزام والأستراليين الأصليون. في السلالة المغولية عندنا الإسكيمو اللي هما بيعيشوا في شمال كندا، والهنود الحمر اللي هما بيعيشوا في أمريكا في غابات أمريكا الجنوبية. الولايات المتحدة اللي هي أمريكا بتضم شعب متعدد الأصول. ليه؟ لأن هي بتضم الثلاث سلالات الرئيسية اللي موجودة في العالم. بتضم السلالة السوداء الزنجية، بتضم السلالة الصفراء المغولية اللي هم الهنود الحمر السكان الأصليين الأمريكتين، وكمان بتضم السلالة القوقازية الأوروبيون اللي جم عشان يكتشفوا الأمريكتين وقعدوا فيها. إحنا العرب لسنا من سلالة واحدة، فالأغلبية العربية من السلالة القوقازية، لكن مع حدوث الفتوحات والهجرات على مر التاريخ أدت للاختلاط مع السلالات الأخرى. الفد ده كله نستنتج منه إن السلالات البشرية أصلها واحد، وإن الأسس اللي تم عليها التقسيم ده أسس ظاهرية وليست جوهرية. مفيش سلالة في الدنيا أكثر ذكاء من سلالة أخرى أو أكثر قدرة منها على العمل والإبداع.